السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حسيت قبل كده ان يومك بيعدي ومش بتحس بأي انجاز؟ بتبدأ اليوم بطموح واهداف، لكن فجأة بتلاقي نفسك ضايع وسط التفاصيل الصغيرة. في الفيديو ده هشارك معاك 10 خطوات عملية هتغير حياتك اليومية وتخليك تستغل كل دقيقة عشان تحسن انتاجيتك اليومية. لو عايز تعرف ازاي تحول يومك ليوم مليان انجازات، تابعني لاخر الفيديو لان الاسرار دي ممكن تكون نقطة تحول في حياتك واول مرة تسمعها. اول خطوة لازم تعملها عشان تحسن من انتاجيتك اليومية وهي انك تحدد اولوياتك. مش كل المهام اللي عليك بنفس الاهمية. لما تبدأ يومك بتحديد 3 مهام رئيسية هتكون اكتر تركيزا وهتوفر وقت احسن من ان يكون جدولك اليومي مليان بالمهام المختلفة اللي انت مش مهمة بالنسبة لك. ده هيوفر عليك وقت عشان تبدأ جرب أي تطبيق لتودو ليست هتنظم يومك بكفاءة من عليه. خلي دايما الحاجات الكبيرة الأول والباقي هيكون سهل مع مرور اليوم. تاني حاجة وهي إنك تنظم وقتك باستخدام تقنية البومودورو. لو مش عارف إيه هي تقنية البومودورو، هي تقنية عبارة عن تقسيم وقتك لفترات قصيرة من العمل. على سبيل المثال 25 دقيقة شغل وبعدها استراحة قصيرة 5 دقايق. الطريقة دي هتساعدك تحافظ على تركيزك وتقلل الإرهاق والتوتر بتاعك. مفيش مانع لو مش عارف تظبط نفسك إنك تظبط منبه وتلتزم بالجلسات دي. واهم حاجه في البريك خده بريك وما تستخدمش التليفون خالص، خليك فاصل نهائي عن اي حاجه. ثالث مبدا هو له علاقه شويه بالمبدا الاولاني، وهي انك تبدا بالمهام الصعبه اولا. كل يوم بيكون عندك طاقه معينه، استخدم طاقتك القصوى او اقوى نشاط عندك بيكون في النهار عشان تنجز المهام الصعبة اللي عليك. لما تبدأ بحاجة صعبة وتخلصها تحس بنشوة الإنجاز وهتلاقي الحاجات التانية بتخلص معاك بسرعة. رابع خطوة وهي إنك تتجنب التشتت. كلنا بنتعرض للتشتت طول اليوم سواء من إشعارات الموبايل أو المحادثات الجانبية. عشان تحافظ بقى على تركيزك جرب تخصص أوقات معينة لفتح السوشيال ميديا أو استخدم تطبيقات زي فوكس بوستر عشان تفضل مركز. وبرضه تقدر تتفرج على الفيديو اللي انا هحطه لك دلوقتي ده، ازاي تحذف السوشيال ميديا وتبعد عن التليفون تماما. خامس نقطة خلي عندك روتين صباحي. على قد ما الناس واخدة فكرة وحشة عن الروتين ان هو بيسبب الرتابة والملل والكلام ده، بس صدقني لو روتينك كان نشط ومليان انجازات هتحس نفسك ان انت تنجز المهام اللي عليك من غير ما تحس بطريقة اوتوماتيك. صباحك هو اللي بيحدد اتجاه يومك كله. ابدأ بروتين بسيط يساعدك تستعد نفسيا وجسديا، سواء كان الرياضة أو القراءة أو التأمل. هتلاحظ فرق كبير قوي في إنتاجية يومك طول اليوم. النقطة السادسة وهي اهتم بتنظيم مساحتك. حاول تخلي مساحتك دايما منظمة وخالية من الكركبة. ممكن تخصص 5 دقايق بس عشان تنظم مكتبك، ممكن ده يساعدك تركز أكتر وتنجز بسرعة. رقم 7 وهي خد فترات راحة منتظمة. العقل زي البطارية لازم تشحنه عشان يكمل. بدل ما تفضل شغال لمدة ساعات طويلة من غير توقف، وخد استراحات قصيرة خلال اليوم حتى لو كانت مجرد 10 دقايق مشي، هتحس بفرق في طاقتك. بس أهم حاجة تكون بطريقة منتظمة. تامن حاجة اتعلم تقول لأ. كل حاجة تستاهل وقتك. ساعات بنلاقي نفسنا موافقين على مهام زيادة عن طاقتنا. اتعلم تقول لا بطريقة مهذبة لما تحس ان المهمة هتاخد منك وقت اكتر مما تستحق، وركز على الاولويات زي ما قلت لك فوق. النقطة التاسعة وهي ممارسة الرياضة. الرياضة مش بس بتحافظ على صحتك، لكنها كمان بتديك دفعة طاقة وإنتاجية. مش لازم تروح الجيم ساعتين كل يوم، حتى لو ربع ساعة في البيت ممكن تعمل فرق كبير جدا في طاقتك وفي صحتك. النقطة العاشرة وهي أهم نقطة معانا في الفيديو ده، وهي ننظم وقت النوم. النوم مش رفاهية، ده أساس للإنتاجية. عشان تكون في أفضل حالتك حاول تظبط ساعتك البيولوجية وتنام من 7 ل 8 ساعات بانتظام. تحس إن يومك بيبدأ بطاقة جديدة من أول لحظة. ودايما نام بدري واصحى بدري. في النهاية الخطوات دي بسيطة، لكنها لو اتطبقت هتعمل فرق كبير في حياتك اليومية. لو حسيت بتغيير بعد ما جربتها شاركني في التعليقات ايه اكتر خطوة اثرت في يومك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك والاشتراك عشان نستمر في تقديم المحتوى اللي بيساعدك تطور حياتك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.